اهلا بيكم في رول موديل بودكاست. وحشتونا جدا، رجعنا لكم بموسم جديد وضيوف جديده في سيت اب جديد وموضوعات جديده مختلفه. بنوعدكم ان احنا هنحاول دايما نخلي البودكاست ملهم مؤثر مفيد. ضيف حلقتنا النهارده هو مايسترو اتش ار، اشتغل في اكتر من 100 شركه مالتي ناشونال، بدا باتش ار كونسلتنت ثم تريننج ثم مرورا بقى بكل الشركات المالتي ناشونال سواء ببسيكو او البنك مصر او البنك الاهلي. ضيف حلقتنا النهارده جايبينه عشان نساله اسئله السوق كله نفسه يسالها. دكتور ازيك، عامل ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك حبيبي؟ عايز اسالك سؤال الناس كلها مأمنين انها اسالها، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ شايف نفسي معاك بقى بودكاست بس بسيت اب مختلف بقى ان شاء الله، اعلى واحلى وان شاء الله. ازيك يا دكتور، شرفتنا. ومش عايز اقول لك احنا بنحضر الحلقه دي من زمان وكنا منتظرين وجودك. طبعا عارفين انت كنت بتسافر كتير فاستغلينا الوقت ده اللي انت نتقابل معاك. انا مبسوط بيكم جدا وبالنشاط الجميل ده، ويعني ثانك يو فور انفيتيشن. حلقتنا النهارده عن مواضيع كتيره جدا، بس خلينا نبدا بسؤال مهم جدا وهي فكره الاتش ار واهميته في مجال العقارات، لان احنا اكتر ريليتد بالعقارات. انت شايف ازاي الاتش ار في مجال العقارات؟ طيب، اولا الاتش ار هو الاداره المسؤوله عن البني ادمين، وبالتالي ايا كان سواء مجال العقارات او غير مجال العقارات. يمكن العقارات ليها يعني طبيعه خاصه يمكن هنتكلم عليها واحنا بنتكلم في حلقه، ولكن هو المسؤول انه ازاي يحقق اهداف الشركه من خلال البشر اللي موجودين في الشركه. يعني دايما ده تعريف البسيط لقطاع الاتش ار، اللي هو دلوقتي بقى اسمه بيبل اند كلتشر او اداره الناس والثقافه او بيبل اكسبيرينس، تجربه الناس وخبرات الناس. يعني ما عادش اتش ار. ما عادش اتش ار ده من فتره طويله يعني. وبالتالي هو مسؤول عن ان احنا نطلع باكسبيرينس او الناس تمر بتجربه لذيذه لطيفه سعيده ناجحه جدا داخل المؤسسه من قبل حتى ما يقدم للشركه، وازاي تبقى الشركه دي تبقى احنا بنسميها امبلوير ايمج، ليها براند محترم، ليها ثقه عند الناس اللي بتقدم في الشغل، مرورا بانه يتعين فيمر بتجربه محترمه جدا داخل العمل، مرورا بانه يترقى ويحس له ان هو ليه مستقبل في الشركه. واجابه السؤال بتاع شايف فين نفسك كمان 5 سنين، ده المفروض الاتش ار اللي هو جاوب عليه على فكره. يعني المفروض الاتش ار هو بيعين الناس، هو اللي يبقى شايف الراجل ده بعد 5 سنين وبعد 7 سنين واكتر ولا مش شايفه اصلا. انت السؤال ده ليه قصته اصلا؟ يعني نحكي قصته، يعني بدأ منين السؤال ده؟ يعني والله هو يعني كان في فتره كده حصل فيها خزعبلات معينه في موضوع التنميه الذاتيه، والامور دي دخلت في بعض يعني. ويمكن انا من الناس اللي في عيلتي كان الناس بتشوفني دايما انا شغال في التنميه البشريه. يا جماعه والله مش تنميه بشريه، موارد بشريه، بس هو يعني ايه، كله بشريه يعني. فدي من الخزعبلات ودي منتشره الى الان. يمكن في حتى مغالطات الى الان بعض الشركات بتعملها على انها دي تطبيقات الاتش ار، بس هو ملوش اي علاقه بتطبيقات الاتش ار. فمن ضمنها الانترفيو، طبعا الاسئله بتسيف انترفيو، يعني في محرمات لو هقول لكم عليها سريعا كده للاسف بتحصل كل يوم. يعني السؤال بتاع انتروديوس يور سيلف ده مش سؤال اتش ار ابدا. يعني انت لو قعدت مع واحد قال لك عرف نفسك او قدم نفسك، ده مش اتش ار اساسا، لانه ده سؤال من الاسئله المحرمه في الاتش ار، لانه ده سؤال اوبن كويشن. طبعا لانه ملوش اجابه صح واجابه غلط. احنا دايما في الانترفيو لازم الاجابه بتاعت حضرتك دي يا هنحسبها عليك بدرجه يا هتنقص منك درجه. يعني احنا ما عندناش في الانترفيو بالذات مفيش رمادي، هو يا ابيض يسود، يعني اكسبتد في الاخر يا ريجكتد، يا اتقبل يا ما اتقبلش. فما ينفعش انا اخلص انترفيو واقول لك والله هو تقريبا، يا ما فيش كده. الفيدباك ده بيتقال دايما، يعني بعد كل انترفيو بيتعمل بحس ان الشخص اللي عمل الانترفيو طلع فعلا مش عارف، يقول لك ويجي منه طب يعني ايه، حلو ولا وحش؟ دي مشكله كبيره جدا جدا. والاتش ار هو الشاطر اللي يقدر في وقت قصير يقدر يحدد هو الراجل ده مناسب وفات ولا لا. وعشان كده بيسبق حاجات كتير. في حاجه اسمها اسسمنت سنتر بنعملها او مركز للتقييم. يعني المقابله دي هي من مراحل النهائيه عشان ناخد قرار الهايرنج على فكره، مش مراحل، مش اول مرحله. يعني من الاخطاء الشائعه ان هو مثلا يملى ابلكيشن قبل ما يدخل مقابله. دي من الخطايا في الاتش ار، وتعرف على طول ان احنا عندنا مشكله. الابلكيشن ما بتملاش قبل ربع ساعه من الانترفيو، الابلكيشن بتملي قبل الانترفيو بفتره. ليه؟ عشان اصلا اسئله الابلكيشن كفيله بان احنا نقول يجي يعمل اختبارات وامتحانات وبعدين لو نجح يدخل انترفيو ولا لا. يعني في اسئله في الابلكيشن زي مثلا ليك قرايب في الشركه ولا لا، اخر سالري والاكسبكتد سالري اللي انت عايزه، في وضعك الصحي، الهيلث بروفايل بتاعك عامل ازاي، في سبت شركتك اللي فاتت او الشركات اللي فاتت ليه. وبالتالي لو نفس الاسباب موجوده عندنا فانت احتماليه انك، ما هي نفس القصه زي بالظبط. انا بشبه دايما اللي سايب شركته زي اللي مطلق. يعني لو انا رايح اتجوز واحده مطلقه، عيوبك اول سؤال ايه سبب الطلاق؟ يعني انت عايز تطلق شركتك ليه او طلقت شركتك ليه؟ وبالتالي الاسباب لو موجوده، هو لسه ما يعرفنيش، انا لسه اصلا ده ابلكيشن. فالاسباب دي لو موجوده عندي، والله اصل هم نقلوا مكان بعيد، اصل ماليش مسار وظيفي في الشركه، اصل المرتب لو المشاكل دي عندي يبقى بالتاكيد دي نفس الاسباب اللي ممكن تخليه يسيبني. فدي من الحاجات اللي بتبقى مهمه جدا. الابلكيشن ليه لازمه كبيره جدا. والانترفيو الاسئله اللي فيه دايما زي ما قلت لك ما بنسالش سؤال يس اور نو، ما بنسالش سؤال ملوش ماسكه، يعني ملوش طريقه انه اقول والله صح ولا غلط. يعني انت كنت بتحقق تارجت كام؟ فيقول لك كنت بحقق 200 مليون. هو مين اللي قال انه معاه؟
فبما ان كده هيحصل ريفرنس تشيك او هسال هو فعلا بيحقق كام، يبقى سؤال ملوش قيمه. وفي اسئله بتجبر الناس على الكذب، دي من الاخطاء برضو اللي بتحصل. هارد ورك ولا لا؟ طبعا هارد ورك. انا هارد جدا طبعا برضه ما بسيبش اي حاجه. انت محاسب، انت مدير خزنه امين ولا ايه؟ لا اكيد مش هقول انا حرامي يعني، دي اسئله بديهيه. فانت بتجبره لو انت هتخني يعني، لا اكيد لا يا حبيبتي يعني، هتبقى حنين عليا. عارفين انتوا الاسئله دي. والحته بتاعت برضو في حته كده بيطلع كوميكس فيها بتاعت اللي هو ايه عيوبك، اللي هو عيب انا طيبه. طيب عيب ان انا طيب على طول. فللاسف دي مشاكل كبيره جدا بتحصل. الاتش ار بيختلف عن من شركه لشركه، ودي من الحاجات المهمه جدا جدا. بما ان البني ادمين مختلفين والصناعه مختلفه، فتطبيقات الاتش ار مختلفه. يعني ستارتنج فروم مثلا تحديد حجم العماله في مجال العقارات، من الحاجات المهمه جدا وخطيره جدا هو ان انا ما يكونش عندي فائض عماله، ولكن في السيلز تيم بالذات يعني، ولا يكون عندي نقص عماله. دول مشكلتين. فلازم يكون عندي الفيت نمبر اوف بيبول، او اللي احنا بنسميه الاكشوال نمبر اوف بيبول، او العدد اللي يديني الاوتبوت او السيلز تارجت اللي انا محتاجه. هل الاتش ار هو ليه وظيفه او ليه يعني دور في فكره تعيين عدد السيلز على حسب التارجت الشركه؟ طبعا احنا عندنا، ودي من على فكره من الناس كتير ما تعرفش المعلومه دي، احنا اول دور اصلا في اداره الاتش ار من التسع ادوار الاساسيه، اول دور اسمه اتش ار بلاننج. الاتش ار بلاننج ده تخطيط الموارد البشريه في تحديد العدد والنوعيه، تحديد عدد الموظفين ونوعيه الموظفين في المكان المناسب بالتايتل المناسب، تفاصيل تانية. ولكن اهم نقطتين هما العدد. هو انا المفروض يكون عندي كام موظف، يشتغل عندي كام واحد، عشان ما يبقاش عندي زي ما قلنا فائض عماله، او يكون عندي ايه طب والسيلز بناء على ايه؟ عندنا طرق طبعا مش عايزين نقلبها تكنيكال، ولا عندنا طريقه اسمها سكاتر بلوت، عندنا طريقه اسمها ريجريشن ميثود، طرق احصائيه نقدر نعمل اكس وواي. الواي دايما هو عدد البياعين اللي احنا عايزينهم او عدد البني ادمين في اي مجال يعني اللي احنا عايزينهم، والاكس هو متغير. يعني ايه الحاجه اللي لما تزيد المفروض ان انا عاوز بني ادمين اكتر، وايه الحاجه اللي انا لو عايز ازودها هحتاج بني ادمين اكتر. فعلى سبيل المثال في السيلز، هل عدد العملاء لو زاد فالبني ادمين يزيدوا؟ اذا لو انا بتارجت عدد عملاء اكتر يبقى محتاج ازود. طبعا دي ليها statistics معينه ومعادلات. الواي بتساوي ايه بلس بي في الاكس، ليله بيضه كده، فمش موضوعنا دلوقتي، ولكن ده يعني معادلات احصاء يعني ومحاسبه وكده، بحيث نقدر نعرف والله احنا المفروض يبقى عندنا كام بني ادم، ما يبقاش الموضوع. وده اللي يمكن بيحصل في كتير من الشركات، انك تلاقي مثلا واحد مشي، لما مشي فكناه باثنين. تسمع الكلمه دي صح؟ يقول لك فكناه باثنين، او قعدوا يفكوا بثلاثه واربعه وما نفعش. الله، برافو عليك، لانه العدد مكمل للكواليتي. يبقى انا محتاج واحد بس بكواليفيكيشنز معينه، يكون دارس ايه، حصل على ايه، خبره كام سنه، مهاراته البشريه ايه، مهاراته الفنيه ايه. فمش واحد والسلام. فعشان كده دايما في البلاننج انا عايز عدد كم ولكن محتاج نوعيه كمان. والنوعيه دي برضو نفس الكلام، مش محتاج فيها ناس بنسميهم اوفر كواليفايد امكانياته اعلى من البوزيشن. وده ليه مشاكل كتير جدا في الشركات، من ضمنها انه بيعمل طاقه سلبيه ويحس انه كبير على المكان، وايه اللي انتوا بتعملوا ده، انا بعمله صابع رجل الصغير. عارفين انتوا الناس دي دايما موجودين، وللاسف هو غصب عنه، لانه فعلا كان في وضع اكبر او كان مسؤول عن حاجات اكبر، فلما يدخل يتكلف بتاسكات صغيره هو مش هينجز فيها كمان. ودي من العجائب اللي احيانا تراها في البشر. وعشان كده اداره البشر من الامور الصعبه، ان في ناس تكلفها بمهام عظيمه يقوم بيها كويس قوي، تيجي تديله حاجه تافهه هي فعلا اتفه بكتير ما اعرفش يعملها. وناس العكس، تديله الحاجات الصغائر الامور ينجز فيها جدا، تديله بقى حاجه تاسكيه اكبر ما يعرفش يعملها. فهي سبحان الله من الحاجات. طبعا ده بيبقى ناقصه تريننج معين او تدريب معين، احيانا بيبقى لها علاقه بالملكات او بالقدرات معينه. ودايما القدرات يا فيها ما فيش، يعني دايما القدره غير المهاره. المهاره يمكن اكتسابها، انا ممكن اكتسب مهارات الانجليزي والكمبيوتر ومهارات الشخصيه ومهارات فنيه، اربط المكنه ازاي وابيع ازاي واقف ازاي والبس ايه، كل الكلام ده ينفع اكتسبه. انما في احيانا قدرات مثلا زي القدرات الجسديه، فالقدره الجسديه واحد قصير مثلا 150 سنتي يبقى 2 متر ازاي؟ لو احنا عايزين وظيفه فيها حد بودي جارد كده هيبقى ازاي؟ والله لو قعد يلعب بعقله للصبح يعني. في قدرات. فسوق المجال العقاري من ضمن التحديات اللي فيه او الاختلاف اللي فيه انه فعلا العدد ما ينفعش يكون زياده عن الطبيعي، لانه ده بيحصل في شركات عقارات كتير جدا. يرى ان هو يزود سيلز تيم، زود ما اعرفش ايه، وفي الاخر تلاقيه نص التيم ده مشاه بعد شهرين ثلاثه. ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه، فكره التيرن اوفر اللي في العقارات كتيره جدا. انت بتفاجئ بتلاقي في شركه خلال شهرين التيم كله بيمشي وفي تيم بيجي، شهرين تيم يمشي في تيم بيجي. هل دي حاجه صحيه ولا لا؟ بص، التيرن اوفر لو قلنا التيرن اوفر بشكل عام هو شيء صحي ولا شيء ضار؟ لا، هو شيء ليه جانب صحي،
لان هو وده بيجدد دماء يعني. برافو عليك، هو بيجدد دم الشركه، فده شيء صحي. وهو دايما التيرن اوفر الناس متخيله ان هو الاستقاله، هو التيرن اوفر ليه 8 اسباب منهم الاستقاله. يعني انا الناس بتمشي وتيجي لاسباب كتيره جدا، الاستقاله دي احد الاسباب. انما في سبب تاني اسمه تيرمينيشن، احنا الراجل عمل مصيبه سوداء فمشي، فده يتحسب من ضمن دوران الاعمال. في سبب ثالث الموت، الناس ماتت ودي حاجه مش في ايدينا يعني. في ناس حصل لها برولونجد إلنس او مرض مقعد لا قدر الله، دي اسباب كلها وارد ان هي تحصل في الشركات. وبالتالي هو التيرن اوفر فيه جانب صحي انه بيجدد الدم في الدم الشركه، بيدينا بنسميها انفيرومنتال ادابتيشن او نتاقلم مع الماركت، نشوف خبرات مختلفه في السوق بتاعنا. وبالتالي الناس دي لما بتيجي يبقى فارق معانا جدا. وليه جانب سلبي، عشان كده دايما في الاتش ار احنا لينا نسبه معينه لو زادت عنها التيرن اوفر نقول ان هو شيء غير صحي يعني. وعلى فكره مش بس بيختلف من صناعه لصناعه النسبه دي، هي بتختلف كمان من تايتل جوه الصناعه عن تايتل. يعني مثلا في المجال العقاري التيرن اوفر للسيلز تيم هو اعلى مثلا من مجال العقاري في ادارات المحاسبه مثلا حسابات، ده بديهي جدا. فده من الحاجات اقل مثلا من الاتش ار في مجال العقارات. ففي مجالات الطبيعي بتاعها ان التيرن اوفر بطبيعه، وفي اندستريز كامله التيرن اوفر فيها اعلى من اندستريز. سواء الكول سنتر او السيلز، اغلب السبب برضو يمكن ده ممكن تتفق معاه فيه، فكره ان السيلز نفسه بقى شايف ان في فرص كتيره، فانا ليه ما اتنططش هنا وهنا وهنا وهنا. مش فكره ان الشركه وحشه قد ما انا لا في فرص تانية احسن بسرعه. الكول سنتر برضو بتلاقي كل يوم بيطلع مالتي ناشونال كامباني، اقدر والله النهارده باخد هنا 20 هنا اخد 30. الكول سنتر يمكن مختلف شويه، الكول سنتر يمكن لا مش فرص اكتر، مش زي العقارات على فكره. الكول سنتر يمكن عشان في نسبه كبيره من اللي بيدخلوا الكارير بيبقوا داخلينه محطه في حياتهم، سلم في حياته. اغلبهم في ناس العقارات في النسبه دي في الجونيور ليفل، يعني في ناس بقى بتدخل اللي هو بجيب فلوس ويرجع. اللي بيكمل هو فعلا عنده الباشن بتاع الشغلانه، انه بيحب الاتشيفمنت بيز، بيحب الشركه نفسها، بيحب البرودكت حتى مؤمن بيه. دي من الحاجات اللي مهمه جدا جدا جدا، انه البياع بيبيع ايه، دي مهمه، مش البياع بيبيع اي حاجه. ففي ناس ناجحه جدا جدا في مجال العقارات حتى بيبيع الحاجات الاليت والحاجات البريميوم، وما يعرفش يبيع لك شقه ب 2 مليون ولا بمليون جنيه اللي هي دلوقتي تعتبر يعني رخيصه وما عادش موجوده. ما عادش موجوده 2 مليون. فين 2 مليون ده بقول لي هاتش في 2 مليون. هم مختلفين يعني، عاملين 5 مليون لو بادجت دلوقتي بالبدايه بنقول بسم الله الهادي 5 مليون. فحلو كوميشن حلو برضه يعني. يعني كوميشن اعلى طبعا في الحاجات الكبيره بس هو يجي بس. فدي من الحاجات اللي بتبقى مهمه جدا. التحدي في العقارات في الموضوع عدد البني ادمين ده مهم جدا جدا احنا نراعيه، ويبقى ليه ميزان حساس جدا جدا يمكن عن مجالات تانية كتيره جدا الريسك بتاعها بيبقى اقل لو عندي حتى نسبه فائض عماله معقوله. في العقارات لا، محتاجه الدنيا تبقى فعلا يعني فيها يوتيلايزيشن اعلى او فيها كنترولينج حتى في العدد اكبر يعني. كمان التوظيف من التحديات الكبيره جدا جدا. يمكن في بعض الشركات لو التوظيف في اول 3 شهور بروبيشن بيريود او فتره الاختبار ما نفعش قوي، خلاص احنا هنقدر نعوضه. انما في العقارات مشكله كبيره مشكله كبيره جدا يعني. في التصنيع عادي، لان انا مش ما اعرفش مثلا في براندات اي براند مثلا اكل ولا حاجات فيها اف ام سي جي مثلا، انه مين اللي صنع لي الثلاجه ولا اللي صنع لي الاكل، مش عارف عادي، مش فارق معايا اصلا يعني. مش فارق معايا اسمه ايه ولا تيرن اوفر عالي، انا اللي فارق معايا ان انا اخد البرودكت ده بالكواليتي اللي انا متوقعها بالسعر. في العقارات لا، اعرف ناس هو ساب شركه وراح لشركه بالعملاء، يعني هو ساب الشركات خد العملاء، وكان من سنتين يقول له الشركه بتاعتي دي اجمد شركه واحلى برودكت، بعدها تسرعت في الحكم يا جزيرة لك تسرعت في الحكم عليه. فسمعه مشكله التيرن اوفر في العقارات ان هو مشكلته اساسيه فعلا ان هو بيعمل سمعه، ساعات بيهرب من السمعه. ايوه، يعني هو بيبقى هو نفسه او المنتج اللي بيبيعه مش براند كبير او مش عارف ان هو مش هيحقق ده، فبيهرب عشان ما يقابلش العميل اللي هو باع له. معظم الشركات طول الوقت في هايرنج سواء بروكرز او ديفلوبرز، وفي نفس الوقت على الناحيه الثانيه سيلز كتير عايزين يدخلوا المجال. طب في المشكله فين يعني؟ فين ما فيش حته بنتقابل فيها. طب عايز اسالك بقى على حاجه، بما ان احنا بنتكلم في الاتش ار والعقارات، انت لو بيتفرج علينا دلوقتي حد اتش ار في شركه عقارات وعايز منك كده نصايح سريعه كده روشته، يبدا يهتم بايه؟ لو هو مش بيج نيم، ممكن يبقى شركه عادي بسيطه سواء بروكر او ديفلوبر، ايه من التطبيقات البسيطه اللي ممكن ينفذها سواء في الهايرنج، في الانترفيوز، بعد كده بقى في تطوير الناس، تنصحه بايه؟
انصحه اول حاجه انه في امور يتغاضى عنها زي الريتنشن، من الحاجات اللي بتبقى عامله هاسل كبير جدا للاتش ار في الشركات العقارات، انه عايز يعمل استبقاء للعماله. الريتنشن على فكره ما بقاش ترند في الاتش ار، يعني استبقاء الموظفين ما بقاش احد الترندز. كنا بنتكلم عليه من سنتين ثلاثه، دلوقتي بعد الكوفيد كمان ما بقاش احد الترندز، لان احنا بقينا بنكمبيت جلوبال، يعني المنافسه ما بقتش. يعني ابسط مثال، احنا بننافس بس السوق الخليجي دلوقتي، الراجل اللي بياخد لي معاه اكس فلوس جاله ما قيمته 10 اكس، حتى هتقعده ازاي؟ يعني انت نفسك لو مكانه هتمشي يعني فدي من الحاجات لازم تتخلى عنها الاول. يعني حنانيك على نفسك كده بهدوء، لازم تقبل فكره انه الريتنشن بتاع الموظفين او استبقائهم ما بقاش بنفس نسبه زمان. الاتش ار نفسه بيمشي كل شهرين يعني. فهي دي نقطه لازم يتخلى عنها، والا هيعيش في صراع ابدي رهيب جدا. فدي اول حاجه تتخلى عنها. طب امتى يقلق؟ يعني امتى احس ان الموضوع فيه مشكله؟ برسنتج زي ما حضرتك قلت، زي ما اتفقنا هي ليها نسب مئويه معينه بنحددها على حسب ده. يعني اوفرول في الانترناشونال كريكولم وريفرنس احنا من 3 ل 7%، بس ده يستثنى منه زي ما اتفقنا سيلز، يستثنى منه بعض المجالات اللي طبيعي ان هي فيها تيرن اوفر عالي، بيوصل في بعض الاماكن ل 20%. ده يعني انت بتتكلم على كل 5 سنين الشركه بتغير جلدها. يعني تيجي تسال بعد 5 سنين في محمد ومحمود وصباح وعفاف وكله مشي، فلازم تقبل ده اول، انه فعلا ونسب الطلاق اللي بتزيد في المجتمع ده كله، يعني دول 2 متجوزين وبينهم يعني ميثاق غليظ واتطلقوا، انت مش عايز الموظف يسيبك يعني. وللاسف زي ما اتفقنا هو مش بيسيبك عشان انت وحش، مش بالضروره. يعني هو لما يجي له اوفر 10 اضعاف 10 اكس، هو كده انت وحش يعني ده مش وحش خالص. انا يعني فاكر انا اشتغلت في شركات لما كنت بدخل البيزنس اونر بقول له انا جاي لي اوفر وجامد، وكان بيقول لي يلا، بالعكس بيدينا نصايح كمان. شفت بقى بالظبط، ده دي ناس سويه فعلا. فده اول حاجه لازم ياخد باله منها. الحاجه الثانيه انه لازم يمشي باناليتكس طول الوقت، لازم يمشي بدراسات وتحليلات معينه طول الوقت، ويمكن ده الحاكم الاساسي ليه. يعني هو ما يشغلش باله قوي بانه محمد مين ومحمود ظروفه ايه، مش هو ده القصه دلوقتي نسبه قد ايه، سواء بقى زي ما اتفقنا نسبه تيرن اوفر قد ايه، نسبه الابسنتيز مثلا الغياب عندي نسبته قد ايه، نسبه الناس اللي بتمشي تحت انهي مدير، انه يخش بعمق في التحليل. يعني احيانا يجي يقول لك انا التيرن اوفر عندي 15 ولاقي مثلا ال 15 دول منهم 10 من 15 مش عشان مدير، مش عشان فلان الفلاني. فانت طول ما انت بتعين تحته اللي يمشي تعين مش هتحل المشكله. فدايما عالج جذور المشكله، اسال نفسك واي بيفور هاو قبل ما اقول التيرن اوفر اعالجه ازاي، اقول انا التيرن اوفر عالي ليه. دي نقطه ثانيه. المشكله عندك عند شخص هو اللي بيمشي الناس. برافو عليك. فلازم تعالج المشكله دي، سواء بقى ليها علاقه باتيتيود، ليها علاقه بتعيين اصلا من البدايه غلط زي ما اتفقنا. يعني احيانا في شركات تقول لك انا عايز اعين اجمد واحد، طب ما انت راعي انه الاجمد واحد ده، انا بشبهها دايما محمد صلاح لما جه يلعب مع المنتخب المصري، في فرق ولا مفيش فرق؟ طبعا بين ليفربول وما بين، طب ما هو نفس البني ادم ليه بينجح وبيحقق بطولات في اماكن وحاجه؟ لانه الموضوع مش موضوع لعيب بس، الموضوع منظومه. برافو عليك. فموضوع كامل، موضوع فريق عمل، موضوع منتج، موضوع مكان، موضوع بيئه، يعني موضوع تسهيلات، موضوع ادوات، دي كلها حاجات بتتحكم في الامر ده. فيخش بس في عمق اكتر من التحليل، زي ما قلت لك يقبل امور معينه ما كانش متعود عليها قبل كده، ويتعب شويه في التعيين. دي من الحاجات مهمه جدا دلوقتي اصلا. ما هي المشكله انه كله بيستسهل انه يخطف من كتير زمايلنا يا جماعه ما تعرفش سيلز كويس، ما هو انت مش لاقيين، ما فيش خالص، ما فيش سيلز موجود في السوق كواليفايد. هو طبعا في مشكله في بعض الشركات، يمكن على فكره مش في السيلز بس، زي حتى في المجالات الفنيه، يعني حتى الصناعيه على فكره، كهربائي وميكانيكي وسباك والحاجات، الوظائف الفنيه بقى فيها مشكله كبيره جدا في مصر. يعني وظائف العماله الفنيه بقت نادره جدا. فدي من الحاجات الخطيره. بعض الشركات يعني عالجت الموضوع ده بان هم عملوا اكاديمي، فيقدر يفرغ من الاكاديمي دي عدد كبير جدا من الناس. وفي ناس بتبدا من ده من طلبه الجامعه، يعني يبدا يستعين بطلبه الجامعه ويبدا يستعين بالناس. كليات كتير جدا في ناس دلوقتي ما بقاش بيروح الجامعه، اغلب بيروح على الامتحانات على سبيل المثال. اي ثينك رجال اعمال تقريبا، اي ثينك ممكن السويدي او حد برضو بدا ان هو يعمل مدارس صناعيه يخرج منها مدارس فنيه، فيقدر بحيث يفرغ منها ناس. نفس الكلام انا بشوف انه شركات العقارات عشان تفرغ سيلز كويس قوي لازم يعني تعالج المشكله اللي عملها الاعلام في الماركت. ازاي نتعامل مع في وظائف للاسف الشديد جدا الاعلام بيتعامل معاها ان هي سمعتها وحشه، زي السيلز. يقول لك انا بتمرمط ايه السيلز من احد مش بس اكتر مجالات المحترمه في فلوس كويسه جدا. المسار الوظيفي بتاعه من اعلى المسارات الوظيفيه. يعني لو عندي سيلز دايركتور واتش ار دايركتور وفاينانشال دايركتور، اغلب شركات العالم في ايا كان المجال بيجيب السيلز دايركتور هو اللي يبقى GM. يعني هو ده اللي لانه حتى كانتربرونور رائد الاعمال دايما نقول له لو مش هتعرف تبيع البرودكت قبل ما تنتج ما تفتحش البيزنس بتاعك. تعرف تبيعه، تعرف تسوقه؟ لو الاجابه يلا بينا.
بالعكس في ناس ناجحه جدا 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 فنيا بس ما ينفعش يبقى مدير. ما ينفعش يبقى مدير، صح. وفي واحد العكس يعرف يبقى زي المايسترو لو قعد مكان اي ميوزيشن مع كان اي عازف مش هيعرف يعزف على الكمانجه زي، ومش مطلوب منه يعزف على الكمانجه زي اللي بيلعب على الكمانجه. اللي بيعزف على الكمانجه الممثل بيمثل احلى من المخرج، بس المخرج هو المسؤول عن الصوره الكامله، هو اللي بيطلع لك يقول لك والله انهي فريم كاميرا اللي هيبقى لايق عليك اكتر، هو اللي هيقول لك ايوه انا عايزك هنا تعيط، بس هو مش عارف يعيط زي الممثل. بس هو مش هيعرف، صح. فهي الاداره كده. في ناس شاطره جدا جدا في انه يخطط وينظم ويتابع ويقيم، بس مش شاطر في انه ينفذ. وفي ناس شاطره اكتر انه يبقى دوورز، لا يعرف ينفذ بس ما يعرفش يدير. فالاداره من الحاجات اللي بتبقى مهمه جدا جدا. وعلى فكره برضو في الاتش ار بيبقى التحدي هل ده ينفع يجي منه في المستقبل، ده في التالنت اكوزيشن او في استقطاب المواد، ليه مستقبل عندي في الشركه ولا لا. وعلى فكره احيانا ما بيبقاش عيب ان انا ابقى عارف ان ده اخره معايا سنتين. دي من الحاجات على فكره برضو المايند سيت لازم يتغير. الراجل ده يا جماعه كويس بس لسنتين، لمده سنتين ده هيبقى كويس، بعد كده مش هيبقى مناسب معانا. فحتى لو انت وافقت على السيناريو ده بما ان في ندره في عدد الناس، خلاص ما تزعلش انه بعد سنتين ما تلاقيش الراجل ده كواليفايد او مكمل معاك او سابك ومشي. حلو، هو نفس القصه. اقبالها هي بس تغيير انه الجنريشن مختلف، الاجيال مختلفه يا جماعه. احنا الجنريشن مثلا مواليد الالفينات، جنريشن زي والناس دي والنيو جنريشنز، الناس دي بتعمل لهم رسائل ماجستير ودكتوراه يعني يعني الموضوع صعب. الالفينات طبعا مثلا بدايه من 2005 وانت طالع، ده جيل اوريدي جزء منهم بدا يطلع لسوق العمل او هيطلع لسوق العمل خلاص. صح يعني طلع سوق العمل اللي هو مدارس فنيه. في لينا زمايلنا دلوقتي في الشركات الفينات. غير كده حتى هتلاقي اونلاين الفيديوز اللي هي بتاعت مثلا تعالى اعلمك ازاي تكسب بالدولار، ومش معظمهم الشباب اصلا ممكن يكونوا يعني زي ما حضرتك قلت كده سنهم صغير، بس هو فعلا بدا يشتغل اونلاين ويكسب وهكذا. فهم دول اللي بقوا لا واحنا كنا زمان نقول مثلا اللي يفتح شركه ده لازم يكون مثلا سنه مش اقل من 40 سنه، اصلا يكون خد خبره 20 سنه. مفيش الكلام ده دلوقتي. يعني اغلب الانتربرينورز شباب عشرينات وثلاثينات يعني. فدي من الحاجات مهمه طبعا. الموضوع للاسف في جزء منه عشوائي زي اي حاجه في الدنيا. في ناس بتدخل ويفتح صدره انا انتربرينور. كنت انا عملت مقال عن كده زمان كده سميتها الانتربرينور شيب وسنينه، يعني رياده الاعمال وسنينها، انه كله عايز يبقى انتربرينور وكله عايز يبقى بزنس اونر. وما مين اللي هنضرب؟ صح، مين اللي هنضرب؟ ما هنشتغل موظف يا جماعه؟ كل ده من ميلاد، صح ولا ايه؟ كله عايز يبقى بزنس اونر يعني. طيب بمناسبه المستقبل والمرحله اللي احنا فيها حاليا في استخدام المستقبل وتكنولوجيا المستقبل، لازم نتكلم على ايه علاقه او ازاي استخدم الاي واهله للاستخدام في الاتش ار، وهل ده هيجي بالسلب على موظفين الاتش ار ولا بالايجاب؟ يعني هيبدل موظفين ولا ايه بالظبط؟ دايما اي تكنولوجيا جديده هي مش هدفها الرئيسي على فكره ان هي تبدل البني ادمين او تستغنى عن البشر. هو موضوع ان هو يحسن لي الكواليتي، يوفر لي وقت، يوفر لي تكاليف، مش يوفر لي بني ادمين على فكره. يعني احد الاسباب مثلا اللي تلاقيها غريبه جدا يقول لك الانترنت لما دخل خسر ناس كتير وظائفها، والكلام ده مش حقيقي، لانه خلق وظائف تانية مقابله ما كانتش موجوده قبل كده. يعني هو كان في التسويق قبل كده كان في تسويق تقليدي صح، وكان في دايركت سيلز تقليدي، كناش نعرف ايه اونلاين سيلز وديجيتال ماركتنج. وحتى ديجيتال ماركتنج بقى فيه تفاصيل شغلانات غريبه. يقول لك انا كونتنت كريتور، يعني ايه؟ يعني انا بصير. طب وانت؟ انا بقى لا بتاع جرافيك. طب وانت؟ انا ميديا باينج. دي وظائف ما كانتش موجوده برضو. النهارده بقى ريلز كريتور، ريلز كريتور تخصص في الريل بودكاست. فدي وظائف يا جماعه. لا في وظائف طلعت كتيره جدا جدا جدا. الارتفيشال انتليجنس كمان هيعمل كده، هيخلق لي وظائف ما كانتش موجوده قبل كده. فهيعمل استبدال لوظائف، هيربلس وظائف، يستبدلها بشكل هيغير شكلها بمعنى صح. الحاجه الثانيه هيلغي وظائف وهيكريت وظائف جديده. يبقى هو هيعمل ريبليسنج وهيعمل كرييشن، ريبليسنج وظائف وكرييشن بالظبط كده. فقصاد انه هيدلت وظائف هيغير اشكال وظائف تانية وهيخلق وظائف كانتش موجوده قبل كده. فده مش بعبع يا جماعه، يعني لازم الناس تقبل ده كويس قوي. في الاتش ار الارتفيشال انتليجنس ليه دور كبير جدا 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 علينا، بما ان احنا اصلا دايما عندنا مشكله في التعامل مع البشر فالاي اي بقى داخل عندنا في حاجات كتير جدا. مثلا من ضمن الامور موضوع الهايرنج، التعيينات، وانه بيحصل كتير جدا ان في ناس ممكن ما يكونش عنده الملكه في الاتش ار بيبل، او مش دارس او مش متعلم كويس قوي ازاي يحدد الكومبتنسز او القدرات بتاعه البشر، حتى ايفن ازاي يقرا البادي لانجوج بتاعه الناس. الاي اي بقى داخل في الموضوع ده بشكل مرعب.
فالانترفيو على سبيل المثال من الحاجات اللي حصل فيها طفره كبيره جدا باستخدام الاي اي، فمن ضمنه انه خلاص بقى عندي ارتفيشال انتليجنس يقدر يعمل اسسمنت كامل بما فيه انه يقرا لغه الجسد بتاعه متقدم الوظيفه، فوبالتالي الموضوع بقى اسهل بكتير جدا، ما بقاش في ايد بشر، بقى الموضوع ما فيهوش بقى حته الايموشنال وانا ده طالع من بلدي، عارفين انتوا ايوه صح في انحيازات معينه. انا من الحاجات الغرائب اللي بشوفها في بعض الشركات كان في حد بيختار، وللاسف كان مالك اسالك في ايه اغرب انترفيو شفته؟ يعني لا قول لي موقف او اتنين كده اغرب انترفيو شفته في مصر او بره مصر. حد كان بيختار بناء على الابراج. ده عايز يوفق حاجه معينه يعني كان سي او يعني، وللاسف سي او يعني ده برج التور كده، ده برج الحمل ده كده. بنعمل بانل انترفيو انا وهو، يعني انا وهو قاعدين قدام حد من المديرين، فالمهم دخل في موضوع طب انت برج ايه، فما اعرفش، قال له برج كذا، فالراجل قلب وشه طول الانترفيو، المهم بعد خلصنا فبقول له الراجل كويس جدا وما كذا ومش عارف ايه كده، قال لي لا خالص ده برج كذا، بدون عشان ما حدش يزعل بقى، برج العقرب صح. فاللي هو لا ده برج كذا، مش بعدين فوجئت قلت له برج كذا، ده كان اول انترفيو اعمله معاه، يعني كنا لسه مع بعض في مشروع جديد يعني تبعه، فاللي هو ايه يعني ايه موضوع الابراج، قال لي لا برج كذا وبرج كذا وبرج كذا دول ما يخشوش شركتي. من الحاجات الغريبه جدا كانت في ناس احيانا بتختار بناء على انت منين، يقف عند الحته دي، يعني ده ايه شرقاوي تمام ماشي، منوفي لا ما انا معيش كلام عجيب جدا ما انزل الله، مع الاعتذار اللي منايفه يا جماعه. فيعني ايه مظلومين ده منايفه يعني. لا والله احسن ناس والله موجودين، كل المجتمعات فيها ناس كويسه وناس كويسه، بس الفكره انه في واخدين سمعه. بالظبط، في ناس للاسف عندها تحيز بشكل كبير جدا، او تمييز ديسكريميشن بشكل كبير جدا، دي من الحاجات اللي بتبقى عجيبه جدا وغريبه جدا، وللاسف بعض الناس دي بتبقى تحس ان هي قناعه، يعني هو مر بتجربه بالظبط فعنده تشاؤم منها، خلاص هو شايف ان كل الناس كده، عارف زي ما اقول لك ايه، كل الستات نكديه، عارف انت الشعارات دي، كل الرجاله ما فيش الكلام ده خاينين يعني. دايما حتى اقول لهم يعني لحد يقول لك انت سيد الرجاله، وانت عارف كل الرجاله عشان تقول سيد الرجاله يعني، ما احنا ما نعرفش كل الناس، فبالتالي وده على فكره هدف العلم، انه ان التجربه الشخصيه احيانا بتبقى قيد، ما بتبقاش حاجه حلوه، ان انا جربت مره واثنين وثلاثه الحاجه الفلانيه، او عملت ناس فطلع ان في حاجه وحشه، ده بقى هدف العلم، ان العلم بيقول لي ايه، العلم بيقول لي التجارب اللي انا ما مرتش بيها اللي الاخرين مروا بيها، ودي يستحيل من غير ما اتعلم ان انا اعرفها، فالانسان احيانا يرهن وعبد تجربته الشخصيه، تجربته الشخصيه دي للاسف عائق عن التطور وعن التعلم المستمر، وعن اشتغلت في كام شركه، 100 شركه 200 شركه، هو في كام شركه بقى في العالم مثلا، في كام شركه حتى في بلدك ولا حاجه. في التجارب السابقه او لا يعني، بص يعني اجابه صريحه من غير اي حاجه، مين اشطر في العقارات، الراجل ولا الست؟ بلاش بقى عشان الناس هتزعل. في السايكولوجي احنا عندنا علم اسمه الاو بي اورجانيزيشن بيهيفير او سلوك التنظيم، ده ميكس ما بين علم النفس وعلم الاجتماع والاتش ار وعلوم كتيره، والانثروبولوجي والسوشيال سايكولوجي، حاجات كده كتيره، بيقول لنا انه الراجل لو تساوى مع الست في المؤهلات الاول عشان يبقى التقييم مظبوط، يعني المايند سيت بتاع الراجل ينجح في ايه اكتر، والمايند سيت بتاعت الست تنجح في ايه اكتر. فيلا بينا نقولها بسرعه كده، لو الوظيفه دي او الاتش ار سواء في عقارات او غيره، دوره الاساسي انه يعمل بلاننج، يحط خطط ويحط الهيكله والاستراتيجي والكلام ده كله، يفضل راجل. لا راجل الست. فمعظم البلانرز في العالم حتى رجال الاعمال، ومعظم السي اوز الناجحين رجال، حتى في العالم المتحضر اللي الستات واخدين حقوق الرجاله دايما بتحب تحط يترتب قبل اي حاجه، برافو عليك، انا عايز اعمل كذا كذا كذا، عنده بلاننج اعلى، فهو هي كده بس تعالى بقى للست اميز طبعا في حاجات ثانيه هقولها دلوقتي. فلو تخطيط تحط راجل، لو تسوي في ايه عشان ما نشتمش، لو كده مؤهلات واحده يعني الاثنين معاهم مثلا انا عايز ماستر ديجري، الاثنين معاهم ماستر، والاثنين نفس الخبره، والاثنين نفس المؤهلات، المايند سيت بتاعت الراجل انجح في التخطيط بالظبط. الستات في التنظيم والمتابعه حلو. فلو انا عايز حد لا في الاتش ار يجي ينفذ الاستراتيجي اللي اتعملت، يجي يطبق وينفذ ويتابع، وعندي فروع وعندي تفاصيل وعندي فستات في التفاصيل اشطر من الرجاله. وعشان كده مثلا من الوظائف زي السكرتاريه، مع ان في ناس سكرتير راجل، في ناس في رجاله شغالين سكرتير ومش وحشين ولا حاجه، بس هو المايند سيت بتاع السكرتاريه برافو عليك عايزه حد مالتي تاسكر، فالست مالتي تاسكر اكتر من الراجل دماغه صناديق اكتر. نروح نقرا بقى الكتاب بتاع الرجال من المريخ والنساء من الزهره، ونقرا سايكولوجي، هنفهم الحته دي كويس قوي. فلو تنظيم ومتابعه وتفاصيل، لا حط ست اكتر في الامبلمنتيشن بتاع السيستمز يعني. طيب لو تقييم، الوظيفه دي عايزه حد في الاتش ار مثلا يمسك الابريزل، يقول صح وغلط وتمام ومش تمام، حط راجل. فالراجل لغايه دلوقتي شاطر في التخطيط والتقييم في العقارات البيع، ما هو نفس الكلام. لو انا بتكلم في سيلز ولا بتكلم في اتش ار، سيلز في تفاصيل ومتابعه والامور دي كلها، هتلاقي ستات البنات شاطرين جدا. ده مش معناه ان الرجاله مش شاطرين، بس البنات هتلاقي في الكلوزنج يعني بتاعها نسبته اعلى في اغلب
الشركات. ولو عملت اناليتكس هتلاقي الكلام ده واضح جدا. يعني الاجابه الست في الكلوزنج في العقارات افضل. لا ما شفت هيقول لي حاجه هيخليه ده يطلع تصريح، يطلع منشط ده تصريح بالظبط. احمد السيد بيقول ان الستات ده اطلاقا، بس هو فعلا الست عشان بتهتم بالتفاصيل اكتر، ويمكن الراجل بيبقى تارجت اورينتد اكتر، يعني ريزلت عشان عايز يصلح حاجه، ما عندوش النفس الطويل، عارف اللي هو تاكل ايه اي حاجه، عارفين انتوا اي حاجه دي، فهو هتشتري ولا مش تشتريش يعني ما يعني عايزين ننجز. الست بيبقى شويه نفسها اطول، تشتري يعني هتشتري، واهتمام بالتفاصيل اكتر، وعندها خد بالك الست بالذات في المجتمع الشرقي واساليب كده. برافو هي بتقنع الراجل اصلا جوزها، مش هتقنع الغريب. لا هي سبحان الله فعلا يعني هي طبعا كله مخلوق يعني. هل ده له علاقه بالزن؟ مش بالزن، هي علاقه زي ما قلت لك بالتفاصيل، الاهتمام بالتفاصيل والاهتمام بالمتابعه. يعني في كام راجل حتى في الحياه العامه، يعني لو سالته قلت له انت ابنك في سنه كام وقبله الماث غابت ليه النهارده واصحاب ابنك اسمهم ايه، كام واحد يجاوب؟ طب في كام ست ما تعرفش الاجابه دي وهي بتشتغل برضه، عشان ما حدش يقول لي اصل راجل بيشتغل ومشغول، ما هي الست بتشتغل دلوقتي ومشغول. لا قليل جدا، قليل جدا جدا. في اهالي ما يعرفوش ابنهم في سنه كام، اللي هو ايه ده قلت في ثانيه اعدادي، كنت فاكرك في اولى. هي اللي بتتابع على الست، هي على جروب الماميز بقى ده حقيقي. فالتفاصيل يمكن عشان المايند سيت بتاع في التحفيز الستات اشطر من الرجاله، في التقييم زي ما اتفقنا الراجل اشطر، ده كله لو تساووا في الايه في المؤهلات بتاعتهم ده. في التدريب ينفع الاثنين بيبقوا ناجحين جدا على حسب هو بيدرب على ايه. فعشان كده هتلاقي الستات شاطرين جدا كتنظيم وكمتابعه وكتحفيز، شاطرين في الامور دي بشكل كبير جدا، وكتدريب بيبقوا شاطرين. شايف الراجل شويه بريزنتابل اكتر من الست. مالهاش علاقه، اصل البريزنتابل دي ليها علاقه باتيتيود وليها علاقه ببيرسونال سكيلز، مهاراتك الشخصيه عامله ازاي. في صبيان بيبقى عندهم مهارات شخصيه عاليه جدا وبنات لا، والعكس. فهي علاقه مهارات شخصيه اكتر يعني. انما في الجزء اللي احنا قلناه ده ليه علاقه بالمايند سيت. يعني عارف لما تعمل حاجه وانت مش حاببها قوي، ما تحبش تخش في التفاصيل، حتى لو شغلك خلقنا ضيق شويه هتبقى بتعمله بس انت مش حاسس انك مبسوط. لا ده هم ده بيسموه على فكره في علم النفس اسمه ايموشنال ديسونانس او الصراع. انا بعمل حاجه من جوايا مش حاببها، بس انا بعملها عشان مضطر، عشان ده شغلي. في ناس تانية لا ما عندوش الصراع ده. بتبان حتى في الشراء يعني ممكن لو راجل وست الاتنين داخلوا بيعملوا شوبينج، هو الراجل هو بيختار التايب واحد او حاجه ايتم واحده، وهي تك 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 عادي وتسيبها بقى شويه عشان ما تدفعش وترجع وتفكر ويعني هو اللي بيدفع مثلا فهو لازم يبقى بتاخد بالك من التفاصيل والالوان وكده. احنا عادي احنا ما عشان كده من الصح اصلا الراجل دايما ان هو الكريدت كارد يبقى هي عارفه هو فيه كام بالظبط. يعني لازم تبقى انت ايه يروح بس بقول لك هو فيه 3000 يعني خدي بقى اتفضلي اتصرفي. انما لو هي عارفه انه انليميتد الموضوع هيبقى صعب جدا. لا الموضوع ما بين الفرق ما بين راجل وست ده. وفي نسخه بقى مصريه اتعملت من الكتاب اللي حضرتك قلت عليه، اللي هو تقريبا مش عارف اسمه النساء من بولاق والرجال من اول فيصل، حاجه زي كده يعني. ده نسخه مصريه يعني، الراجل كاتب نفس ترجمه نفس الكتاب اللي حضرتك قلته، بس هو باسلوب شويه شعبي بسيط يعني. عايز اقول لك على حاجه. عارف السنه اللي فاتت كلنا كان عندنا تحدي يعني 2023 في الظروف الاقتصاديه والتعويم والحاجات الكتيره اللي حصلت. بصينا لقينا انه مصاريفنا والاسعار طبعا بتزيد، والدخل مهما كنا بنكسب قيمه الفلوس نفسها بتقل. فبقى في تحدي، المصاريف بتزيد والدخل بيقل. فحتى زي مثلا لو كنت حد مثلا بيكسب في السنه خلينا نقول 500,000 جنيه زي ما قال واحد كده، 500,000 جنيه دي اصلا قيمتها بقت بتقل، فمضطر اكسب ضعفها عشان اعرف اعيش في المستوى اللي انا فيه. لما نيجي نسال السؤال ده، في ناس عندها شويه مدارس، في مدرسه تقول لك ايه نوع مصادر الدخل بتاعتك. في مدرسه تانية بقى اللي كنا بنتناقش فيها من كام يوم مع حضرتك، لا وانا عادي انا دلوقتي عندي مرتب، عندي بيزك سالري، عندي مصدر دخل واحد. فهنا بقى السؤال ازاي ممكن ازود مرتبي، ابقى مؤهل ان مرتبي ده من نفس السورس نفس الشركه يبقى اكتر. سؤال رائع جدا، وسؤال للاسف ناس كتير قوي ما بتبقاش عارفه اسوي ايه، ومتخيل ان تحديد المرتب مبني على الشركه اللي بتقول المرتب كام، وده الكلام ده مش صحيح اطلاقا. لانه احنا حتى كشركه او كاتش ار لما يجي نحدد الرواتب بتاعه الموظفين عندنا حاجه اسمها الكومبنسبل فاكتورز. بعد ما نعمل سيرفي طبعا حاجه اسمها استبيان رواتب، اللي هو السوق بتاعك من ابو كام، انت من ابو كام في السوق. ودايما ابو كام في السوق دي او السالري سيرفي ده بيبقى سكيل من الى، يعني في اي حاجه في الدنيا يعني مفيش حاجه اسمها مدير المبيعات في شركات العقارات بياخد اكس، مفيش حاجه اسمها كده، هو بياخد من الى حسب مهاراته. فمن الى دي بتحدد بناء على ايه بقى؟ زي ما وائل بيقول كده، مش مهاراته بس بقى، حاجه اسمها كومبنسبل فاكتورز او العناصر الناس اللي بتدور عليها بقى بنقولها بسرعه يعني 4 عناصر اساسيه. اول عنصر اسمه الخبره، والخبره عند الاتش ار مش سنوات العمل، الخبره تعرف ايه وتعرف تعمل ايه بالظبط، اللي احنا بنسميها المعارف والمهارات. دارس ايه؟ فاكيد اللي دارس درجات علميه اعلى وعنده مهارات فنيه وشخصيه اعلى اكيد هياخد سالري اعلى من اللي مهاراته الفنيه والمهارات الشخصيه اقل شويه. فده اول عنصر بنحدد عليه مرتب. فلو انا عايز ازود مرتبي اهتم قوي بالنولج والسكيلز، ازود المعارف بتاعتي، ليها دورات والكورسز والمعلومات زي ما اتفقنا، عشان ما بقاش طبعا MBA والحاجات دي ممكن، بس طبعا MBA لو عايزين بقى نتكلم في MBA ده موضوع ثاني، لازم يعني بعد سنوات عمل معينه. كل الناس دلوقتي في العقارات انا هاخد MBA. للاسف ده مش صح خالص اطلاقا. لا
دايما اقول مش قبل 5 سنين من شغل عملي في مجال، مش قبل 5 سنين، لانه الماستر ديجري هي بتديك، الناس متخيله ان هو مثلا يجي يدخل ام بي اي مثلا في الاتش ار فهو كده هيتخصص في اتش ار. لا خالص، انت اكبر عدد ساعات ممكن تدرسها في الام بي اي في تخصص 36 ساعه، ده اكبر عدد ساعات من 24 36. اغلب البيزنس سكولز في العالم بتدرس كده بما فيهم في مصر. فانت مش هتتعمق بالشكل اللي متخيله. اقل دبلومه بتبقى 100 وكسر ساعه. فانت امال الام بي اي بيديك ايه؟ بيديك القدره، هو برنامج للتاهيل المدراء وتحسين اداء المديرين. فلو انت جاهز انك تبقى مدير، اكيد مش انا هبقى لسه فريش جراد وهخش اخد ام بي ابقى مدير. ده بالعكس، ده في الاتش ار يقلقوا مني، بنسميه اوفر كواليفايد، امكانياته اعلى، امكانياته وظيفه، وهو نفسه انت استثمرت في نفسك وخدت ماجستير، طبيعي هتبقى منتظر مرتب اعلى ولا زي الناس العاديه؟ اعلى. طب انت ما عندكش حاجه يا ابني، انت لسه فريش يا حبيبي. فدايما اقول له لا، ما تخشش الام بي اي الا لما تبقى داخل على مانجيرال بوزيشن، على الاقل تبقى بدات تبقى مشرف، اللي هو بيسموه احنا لور مانجر، مدير اداره سفلى. بدات تبقى مشرف في تخصصك، ابدا ادخل ام بي عشان تبقى بعد كده سكشن، او تبقى مدير قسم، او تبقى بعد كده رئيس قطاع، كل الحاجات دي، او تبقى بعد كده سي او. البوزيشنز دي كلها فمش قبل 5 سنين تاخد ام بي. بس ارجع تاني لاجابه سؤال المرتب. لو عايز تزود مرتبك، الاربع عناصر الاتش ار بيقيمك بناء عليهم. اول عنصر قلنا الخبره، معارف ومهارات، فلازم تدرس، لازم تزود مهاراتك الفنيه ومهاراتك الشخصيه ومهارات الكمبيوتر. اكيد اللي بيشتغل الاكسل كويس في تخصص محتاج اكسل غير اللي ما بيعرفش يشتغل. الاي ار بي مثلا، واحد في سوفت وير معين مشهور في المجال بتاعي اللي بيشتغل عليه غير اللي ما بيشتغلش عليه. الحاجات دي اهتم بيها، معارف وايه ومهارات. ده اول عنصر. العنصر الثاني حجم المجهود المبذول، اللي هو المجهود البدني والمجهود الذهني. فده تاني عنصر. دماغك بتقول ايه الافكار اللي عندك، ايه الحلول اللي جبتها قبل كده، في ايه العملاء، ايه العميل. سؤال في البيع مهم قوي، انا بساله في اغلب الشركات، ايه البيع اللي انت ما بعتهاش؟ قاتل فيها يعني ولا قصدك؟ ايوه، ايه البيع اللي ما بعتهاش؟ السؤال ده في حد ذاته هيكشف لك هو عنده مشكله في ايه. والسؤال ده انت تساله لنفسك، ما تستناش انترفيو. ايه البيعات اللي انا ما ببيعهاش؟ هل مرتبطه بنوعيه عملاء؟ انا لاحظت، وده محتاج تحليل منك بجد. السيلز الشاطر اللي يتعلم من تجاربه ومن تجارب الاخرين. وده وزميلي ده ما بيبيعش النوعيه دي ليه؟ فانا دايما ليا كلمه اقولها دايما، كل فوله وليها كيال، كل عميل وليه بياع. عشان كده دايما بنقعد ممكن ساعات بنشفت ما بين بعض كسيلز ان العميل ده شبهك. برافو عليك، برافو عليك. وشبهك دي طبعا مش بالشكل بس، لا شبهك تعرف في كل حاجه، في اتيتيود، في كلتشر، فدي من الحاجات مهمه جدا. لو عايز تزود دخلك، اهتم قوي بالمنتال افورت، مجهودك الذهني. حل لي مشاكل بيعيه في الشركه بتاعتك، في شركه العقارات وليكن الشركه عطلانه فيها، ليه مشاكل في بني ادمين، اقترح حلول تحل لي مشاكل حقيقيه. في تجارب ناس، اقرا وتعلم ودور على تجارب اخرى حلت المشكله. اصل خد بالك، انت مش اول واحد يمر بالمشكله دي. يعني في ناس بتبقى متخيله ان المشكله انت مش اول واحد يمر بيها، في ناس كتير مرت بيها قبلك، بس انت مشكلتك انك ما بتدورش وما تتعلمش. اتعمل عليها كتب وفي مقالات كتير وفي حلول، بس انت ما بتدورش او ما بتسالش حد مر بالتجربه قبل كده. وعشان كده انا اقدر اخش طريق وانجح فيه من غير ما اعرفه، وتبقى اول تجربه، مش لازم افشل ومش لازم اغلط. ده امتى اعمله؟ لو سالت ناس دخلت الطريق ده قبل كده، سواء بقى في شكل استشاري، في شكل مدير، في شكل زميل، في شكل صديق، ايا كان. بس ازود المنتال افورت او المجهود الذهني، نفس الكلام المجهود البدني. ففي بعض الوظائف بتحتاج مني ان انا اتحرك، وبالتالي لو وزني اضعف او اعلى، حتى على مستوى الوزن يعني اعلى، لا ده ممكن يبقى عائق ليا كبير جدا، بغض النظر بقى عن امراض معينه. الكلام ده كله ده مشكله كبيره جدا. فاحنا لغايه دلوقتي قلنا نوليدج وسكيلز والابيليتيز، القدرات المنتال الابيليتي، القدرات الذهنيه، والفيزيكال. الثلاثه الاولين لو خدت بالك بالدورات والتريننج الديفلوبمنت، صح؟ ويبقى 3 عقل سليم وواحده جسم سليم، 3 عقل سليم وواحده جسم سليم، ساعتها مرتبك يفرق. غير كده طول ما انت بتلف حوالين نفسك، ولا بتزود النولج بتاعتك بدورات وكورسز معينه ودرجات علميه، ولا بتزود مهاراتك ايا كان نوعها فنيه ولا شخصيه، ولا بتزود قدراتك الذهنيه يعني وضعك الجسدي، وبقابلني هتزود مرتبك ازاي؟ فده على مستوى المرتب. الدخل بقى موضوع تاني ممكن نبقى نتكلم فيه بقى. يعني الدخل غير المرتب. المرتب بنتكلم على الفاكس السالري بتاعك اللي هو انا هشتغل فول تايم جوب. اصل هو تشالنج، هو في ناس اصلا مش قدامها غير دي. يعني في ناس مش عارفه تشتغل اونلاين، مش عارفه يجيب اي سورسز تاني، فبالتالي هو الدخل. فعشان كده السؤال ده كان مهم جدا احنا نتكلم فيه. يعني ما هو برضو الدخل زي ما اتفقنا مش بس اونلاين. يعني انا من الحاجات المشكله عجيبه جدا، كله عمال يتكلم انه ذات الدخل تبقى بالاونلاين والدروب شيبنج والديجيتال. يا جماعه مش كده خالص. ودايما اقول لهم ان انا لو عايز ازود، لو عايزين بقى اتكلم في الجزئيه دي، لو زياده، لو بتسالني سؤال هو البني ادم ازاي يزود دخله، هقول لك ب6 ميم 6 ميم ما ننساهمش بقى. يلا اهو ده دي ريل واحد. لو عايز ازود دخلي 6 ميم. اول ميم مهاره معينه،
لو عندي مهارة بعرف أقنع، بعرف أتفاوض، بعرف أبيع، بعرف أوصل معلومة، في مهارة معينة عندي فأقدر أزود بها دخلي، مش كده؟ تاني ميم مال. فلو معايا فلوس، ما عنديش مهارة بس معايا فلوس، وارث بقى، معايا عباءة مالية، فالفلوس تجيب فلوس، فدي من الحاجات مهمة استثمرها يعني. فده تاني ميم. تالت ميم موهبة، صوتي حلو، لساني حلو، بعرف اعمل بودكاست، اعمل اي حاجه، عندي موهبه معينه ممكن الموهبه دي تكون مصدر للدخل. ودايما دول الناس البروفيشنال، يعني ميسي راجل موهوب في الكوره، قدر يحول الموهبه بتاعته الى مصدر دخل عالي جدا. في ناس كده، في واحد صوته حلو ايا كان هيعمل ايه بصوته الحلو ده، هيقرا قران بقى، هيغني، ايا كان، ولكن هو قدر يوظف موهبته بشكل تخليه يجيب له فلوس. ودول من على فكره من اسعد الناس اللي يقدر يوظف الموهبه ان هي تبقى مصدر دخل، لانه بيعمل حاجه هو بيحبها طول الوقت وفي نفس الوقت هي بتدخله يجيب له فلوس. فدي من الحاجات اللي طبعا. الرابع ميم هي المعارف، معارف او علاقات. في ناس تقدر تزود دخلها بمعارف او علاقات. على سبيل المثال اللي يقدر يبقى وسيط في حاجه معينه، عنده كونكشنز. الناس اللي في التوظيف على سبيل المثال المسؤولين التوظيف بنسميهم احنا هيد هانترز، هو احد مصادر دخله الاساسيه انه يعرف ناس كتير، عنده شبكه علاقات عاليه جدا. فالمعارف بتاعته مصدر من المصادر المهمه جدا للايه، للدخل. طيب الميم الخامسه معرفه يعني نوليدج، نقصد بيها مش معارف بقى، معرفه يعني ايه؟ انا عارف حاجه الناس مش عارفاها. على سبيل المثال في ناس كتير قوي شغاله مثلا كونسلتنت للسفر، ترافل كونسلتنت، هو سافر دول كتيره جدا وعارف كل الاماكن تزورها فبيقول للناس والله انا اللي هو بشتغل احيانا بلوجرز والناس دي كده، عنده معلومه معينه، عنده معرفه بشيء معين، عنده تفاصيل في شيء، حاجه جربه بالفعل، فقادر بالظبط، فقادر ان هو يعني يوصل للناس النصيحه او الفكره بتاعت ايه الموضوع بتاعه. عايزين ننهي الفقره الاولى دي بحاجه الناس كلها بتتكلم عنها الفتره الحاليه، الا وهي انا شغال في حاجه، ازاي اخلق لنفسي الشغف عشان اكمل في حياتي، في حياتي العمليه، في حياتي الشخصيه. ايه اهميه الشغف في حياتنا اللي بتخلينا ندي طاقه لنفسنا من جوانا؟ محتاج اعرف منك اهميه الشغف في حياتنا. طيب الشغف من الحاجات اللي طبعا الناس كتير بتتريق عليها دلوقتي وللاسف ما اعرفش ليه يعني، بس هو لا انت مش شغف ايه يا ابو شغف وقوم دور على شغفك والكلام ده. والحقيقه العجيب جدا احيانا بعض الناس بتقول الكلام ده هو نفسه شغال في شغلانه عنده شغف فيها يعني هو نفسه لو بصيت في حياته هتلاقيه بيتكلم عن الحاجه دي بحب وبعشق وبشغف وهو كان شغال الشغلانه دي عشان هو عنده جزء من الموضوع والا ما كانش يكمل فيها. فدي من الحاجات اللي بتبقى مهمه جدا جدا ان انا اشتغل في حاجه فعلا انا حاببها. وعشان كده دايما بقول لهم ما فيش حاجه اسمها يعني حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب خالص، وهتحاول تحب ما تعمل مش غصب عنك وهتحاول مش عارف اعصر ليمونه مش نافع. في ناس وفي ناس قدرت بس في ناس مش قادره كتير جدا. امال اعمل ايه؟ حاول تعرف من البدايه انك تعمل ما تحب، اعرف اللي بتحبه عشان تعمله من البدايه. طب الكلام ده هيحصل ازاي؟ في بقى عندنا طرق كتير جدا جدا، في كونسلنج، كارير كونسلنج ممكن يتعمل، في اسسمنت. احنا يا جماعه في عالم العلم فيه ما بقاش ليه حدود اطلاقا، فبقى عندنا اسسمنت سنترز تقدر تقيم او مراكز تقييم تقدر تقول هو انت ربنا خلقك عشان تشتغل ايه. ده سؤال مهم قوي. صح. كنت انا عملت زمان كده ورك شوب اسمها اعرف نفسك، نو يور سيلف. فدي من الحاجات المهمه جدا، اعرف نفسك. عندنا اسسمنت مش بس بتقول لك الجزء الفني اللي عندك، هو الجزء الشخصي والمهاري والاتيتيود بتاعك يتناسب مع الشغلات اكتر. وبالتالي واحد مثلا يقول لك مثلا يعني في الشغف يقول لك مثلا بص انا ما بحبش اتعامل مع الناس الرخمه والناس البخيله، ما بحبش اتعامل معاهم، والناس اللي متكبره يبقى انت مثلا مش شايف تشتغل في الاتش ار، مش عايز حاجه فيها ناس، لان دي فيها ناس. فالاتش ار من الحاجات المهمه جدا انه يعرف يتعامل مع البخيل والرخم والغلس هيتعامل مع كل البشر، والا مش هينفع تشتغل في الكارير ده. الكارير ده عايز نوعيه دي. واحد يقول لك بص بقول لك ايه، انا ما بحبش بقى زن على الودان والزن، ما بحبش رغي كتير، مش هشتغل سيلز ولا خلاص دي اشتغلت ما عليك، ما انت بتحبش ده، طب ليه تشتغل فيها؟ خلاص فعلى الاقل حتى لو انت لسه مش عارف او مش عاوز تروح لحد او معكش، مع ان ده مش محتاج فلوس دلوقتي والناس كتير بتساعد لوجه الله تعالى وفي معلومات اوريدي متاحه، يعني ما لا يدرك جله لا يترك كله، رغم ان المعلومه متاحه. ولكن حتى يا سيدي انت لو مش عايز تاخدها بشكل متخصص الغي او اختار بالنيجاتيف مش بالبوزيتيف، اختار بالسلب مش بالايجاب. يعني ما تقولش انا عايز وظيفه يكون فيها ايه مرتب كويس وعايز يبقى فيها وضع، كلنا عايزين كده، ولا في حد عايز غو ما اشتغلش بالظبط. فامال اعمل ايه؟ اختار بالنيجاتيف. يعني اختار بالنيجاتيف اقول انا الوظيفه اللي عايز اشتغلها ما يكونش فيها ايه، ما يكونش فيها سهر، ما يكونش فيها سفر،
ما يكونش فيها زن على الودان ومجهود بدني كبير، ما يكون ساعتها هيبدا يطلع لك شورت ليست كده او قائمه كده من وظائف معينه تعرف تبدا ساعتها بقى بنعمل حاجه اسمها معايير الفرصه والرغبه والقدره ومعايير اسمه الندم، اختبارات معينه تقول لنا والله ايوه طب انا عندي فرصه ان انا اكبر في انهي اكتر، طب انا عندي مثلا قدراتي الذهنيه والجسديه تتناسب مع انهي وظيفه اكتر. نبدا بعد كده نشوف طب تعليمك برضو بندور دايما على الحاجات الاقرب، يعني في ناس بتضيع حياتها في التعليم وهو مع ان وظيفه مش لازم في نفس التخصص بس تخصص مشابه وجنبك اهي، وهو رايح فين ودانك يا جحا وعاوز يتعب من اول وجديد. يا حبيبي انت مخلص والكواليفيكيشن مثلا كليه تجاره، ناس كتير قوي مثلا شايفها كليه التجاره كليه الشعب ونص الناس اللي داخلها يمكن اكتر معلش سيرفي بس لو سالت اللي حواليك حتى اغلبهم مش داخلينها بمزاجهم يعني هو داخلها عشان تنسيق عادي فهو داخلها بالتنسيق، ورغم ذلك تلاقي الناس بقى مشفته لكليه تجاره، يعني هندسه لتجاره طبعا هندسه لتجاره كله، يعني اشتغل في الاتش ار واللي اشتغل في الماركتنج واشتغل سيلز واشتغل وحسابات واشتغل الحاجات دي يا جماعه على فكره يعتبر هي اكتر الكليه بتطلع وظايف في ايوه هتلاقي اطباء وصيادله ومهندسين وكله شغال بيزنس على فكره يعني. فيا جماعه طب ما ده كان جنبك اهو قدام عينيك يعني. فهو الفكره ان انا ممكن يكون خريج كليه تجاره قسم محاسبه او مش حابب الارقام، طب دخلتها ليه من الاول؟ فدايما اقول لهم انت مش حابب الحاجه دي دخلتها ليه من البدايه؟ الغريب بقى فيها حاجات عجيبه جدا، تلاقي واحد مثلا مخلص كليه تجاره قسم محاسبه يعني بالتيله نجح بمقبول يقول لك عايز اشتغل محاسب مثلا. الراجل ده انت لو قلت لي اشتغل طبيب ممكن اصدقك يعني لانك ما ثبتش فشلك، ده انت راجل راجع خالص مفيش اي حاجه. انت لو كان عندك شغف حتى كنت هتحاول ان انت تنجح فيها او تحاول ان انت تجيب في تدريب كويس. انت وتقول لي لا ده تخصصي هضيع عمري 4، لا انت هتضيع 10 سنين ومش تنجح فيها. فدايما ابدا بالبدايه دور على الحاجه اللي انت حاببها، وزي ما اتفقنا هيساعدك في انك تعرف كونسلتنت او كونسلر يقعد معاك يقول لك والله انت مهاراتك، يعمل لك بقى ديسك اسسمنت، يعمل لك بقى مايرز بريجرز، او حد يكون منتور ليك او حد رول موديل دخل الطريق ده قبل كده، عرفت على الاقل القائمه اللي فيها المجالات، ابدا اقرا في كل مجال. فاحيانا بعد ما تقرا في كل مجال تقول تستبعد مجالات معينه لا مش حبيتها، ابدا اسمع لناس شغاله في المجالات دي لكذا حد، هتلاقي لا بس مش ده مش زي اللي انا كنت متخيله. لان في احيانا الناس بيخش مجالات يتخيل ان هي ياما هنا زي الناس مثلا بتشتغل في البنوك، يعني يسال اغلب الناس في البنوك بتسيب البنوك، هو متخيل ان هو زي المسلسل لما بيجيب كده يروح حاطط يقلع الجاكيت على الكرسي يعلقه مش كده والنهر النيل وراه ده الباك جراوند بتاعه، لما يخش البنك ما يلاقيش مش ده يا جماعه اللي انا كنت متخيله، نار جوه كله ضرب والعملاء بيمشوا الساعه 2 بس احنا بنمشي الساعه 5 والساعه 7 كمان. فهو البيئه العمل مش كده، فلازم تسال ناس سبقوك او تقرا او تسمع لناس عشان تبقى عارف حتى الطريق ده تمام وده يتناسب معاك ولا لا. واسمع من ناس كتيره، عود نفسك ما تسمعش من واحد بس عشان ما يدكش تجربته الشخصيه، اسمع لاكتر من حد واقرا كتير، على الاقل هيبدا بعض المجالات تستثنى. ودي نفسك دايما اخر كلمه بقى سنتين مش اكتر من كده، جرب العب لوش فيهم براحتك اول ما تخلص جامعه، بس بعد كده لازم ماكسيموم بعد سنتين يكون عندك كارير، ركز بقى فوكس. بعد كده هتلاقي نفسك للاسف شديد سنك كبر ولسه ما عندكش كارير، وناس بيبقى عندها 40 سنه يقول لك انا مش لاقي نفسي. طب انت قعدت 20 سنه تشتغل شويه ومش لاقي نفسك ليه ما لحقتش نفسك من بدري؟ فيعني الامور دي لو فعلا كل واحد خد باله منها هيشتغل في حاجه بيحبها، وحاجه هيبقى حريص انه يطور نفسه فيها لانه بيحبها اصلا، وحاجه هتجيب له فلوس لانه موهوب فيها وشاطر فيها وحاببها. بص دكتور دلوقتي معانا فقره اسمها فقره الجار، هي فقره الايه؟ الجار. اوكي كده في اسئله كده عشوائيه محرجه ابشر ما اتفقناش على الكلام ده حاجه بسيطه جدا. اتفقنا احنا نعمل حاجه مش اتفقنا احنا نقول اسئله عشوائيه. انت حضرتك قلت احنا عايزين نيجي كده من غير تحضير ومن غير اي حاجه، خلاص بقى. حضرتك هتختار 3 اسئله وليك حق ان انت تعمل سكيب بس لسؤال واحد. اوكي بس يعني انت اقرا الاول، لو هتسكيب اقول انا هسكيب اسكيب واحد من كل سؤال. انت همسكه ممكن اسكيب سؤال بس هتقرا السؤال لينا. همسك سؤال اسكيب على طول. لا ما هو واحد بس، واحد بس اسكيب من ال3 بالظبط. ماشي فانت لو عملت سكيب لواحده في الاول خلاص ضاعت عليا، فحاول بقدر خلاص هتجاوب. هتقرا السؤال بعد ما تقراه. يلا بينا. احنا ناخد لون خفيف علينا شويه. لا ناخد ده. ايوه اللون ده. ايوه تحسه مش غامق قوي، فيعني ممكن ما يبقاش سؤال سوداوي قوي يعني. جاوب ولا لا؟
ده سؤال ماشي ممكن سهل. ايه السؤال بقى؟ مش محرج قوي يعني بس كويس الحمد لله. شفت الالوان مهمه. احكي لنا ارخم موقف اتعرضت ليه وانت بتقدم استشاره لشركه. هو طبعا مواقف كتيره رخمه يعني، بس كان ارخم موقف انه احنا المفروض ان انا قعدت مع السي او ومضينا العقد وكله تمام وهنبدا خلاص الاستشاره. فوجئت بيه تاني يوم المفروض ان هم بقى هيحولوا دفعه الاستشاره والاجراءات المعتاده بعد امضاء العقد يعني. فوجئت بيه تاني يوم ان هو ما بردش على التيم بتاعك يعني. فيا جماعه طب ايه الراجل فين؟ هم في حاجه غلط، احنا مضينا العقد وعايزين نبدا ونشوف هنعمل ايه. بعد اسبوع رد على التليفون وقال انه لا والله احنا رجعنا في كلامنا ومش عايزين. طب ليه؟ ايه السبب؟ احنا بنبقى عارفين يعني، عايزين نعرف السبب. عادي ممكن يكون مثلا في امور ماليه، في امور اصل احنا مضينا العقد ملوش علاقه بالاقتناع واهميه الموضوع خلاص، ما كانش ماضي يعني. قال لي اصل انا في حد مهم عندي، الحد انت تتفاجئوا بيه يعني، الحد مهم عندي قال لي انه حضرتك لما دخلت اتعاملت معاه مش احلى حاجه. فانا الحمد لله مش صفاتي كده يعني، ما فهمتهم حد مين مش عارف. فطلع مين بقى؟ الاوفيس بوي. الاوفيس بوي كان حد في الشركه بقاله 20 سنه وتقريبا يعني عن سهو مني انا مش فاكر حتى موقف ان هو جه يقدم الحاجه، فانا يعني على كلامه هو اتعاملت بايه بقلاطه شويه. فالراجل مش عارف ايه، فقال السي او هو يعني مسموع عنده لانه 20 سنه وعمره وبيتعامل معاه ان هو من اصحاب الشركه يعني. ايوه. فقالوا لا ده الراجل ده مش هينفع معانا كده، والراجل ده شكله كده هيخبط فينا وده ما بيحترمش حد ومش عارف ايه. قالوا لي طب ده راجل كويس وقاعد معايا وده الفل قالوا لا ده عامل معايا موقف كده. قالوا ده بجد فده كان من اسخف المواقف، وحتى ما عرفتش ليه. طب ما كلمنيش ليه؟ طب ممكن يكون ده حقيقه ولا هو واخد ده حجه؟ الحمد لله انا دي صفه انا بعرف عيوبي الحمد لله كويس جدا، ولا ببقى حريص بطبيعه شغلي ان انا اسمع من الناس واعمل سيرفيس دايما وحتى من قرايبي، وعارف كويس جدا ومقر بعيوب. فدي مش من العيوب ان انا بتقلط على الناس ان انا فربما سهوا زي احيانا يجي حد يسلم عليك مثلا تخدتش بالك فياخدها انطباع كده. بس اللي ضايقني في الموضوع مش ان هو خد الانطباع ده، انا دايما في الموضوع انه طب انت كسيو ما يعني ومشي على كلامه يعني يعني صدقته بناء على ايه. فده اللي كان موقف مش لذيذ خالص يعني، لانه كمان حسسك بلوم نفسك يعني. انا طب انا اقول او انا مثلا اروح مثلا للراجل اعتذر له مثلا ان انا ما خدتش بالي يعني. طب ما لو عملت كده هيفتكر ان انا عشان اشتغل. عارف قعدت في موقف كده كويس. ناخد السؤال التاني. السؤال التاني ماشي. انا بقلق من الوان غامقه، هو اللون الوحيد ده لون غامق بقى. ايه الغلطه اللي عملتها في الكارير بتاعك ولو رجع بيك الزمن هتعدلها؟ لا غلطات كتير بصراحه، بس عايز غلطه. طب غلطه وانا صغير، غلطه وانا كبير. طيب غلطه ايه؟ والله بص احنا يعني اول ما بدات الكارير بتاعي، اول غلطه عملتها ان انا مشيت زي ما الكتاب يقول. يعني جيت بعد كان عندي في اول حياتي يعني مشروع مشاريع، المفروض ان احنا لينا طريقه معينه في هيكله الشركات يعني. اول حاجه بنعمل حاجه اسمها تحليل الشركه، وبعد كده بنعمل هيكل التنظيمي يعني في تفاصيل معينه. فانا دخلت زي ما الكتاب بيقول، عملت الايه، طبقتك اللي المفروض انا حتى متعود عليه في شركات اخرى يعني. ما كنتش لسه لاقط فكره انه لا ده كل عميل ليه ظروف مختلفه، حتى ترتيب الامور ممكن ما يكونش. احنا عندنا في الهيكله في حاجات لازم تعمل قبل حاجات يعني مثلا ما ينفعش تعمل وصف وظيفي قبل هيكل تنظيمي، ما ينفعش تعمل تقييم اداء قبل وصف وظيفي، ما ينفعش تعمل في حاجات بديهيه. العلم وحده لا يكفي. فانا دخلت العلم وحده لا يكفي. فدخلت عملت لا متعود عليه طبعا كان في اول حياتي، فالتجارب برضو مش كبيره. كنت اشتغلت مثلا قبلها في شركتين 3، ما كانتش لسه اكسبيرينس عاليه. بس ده كان اول بروجكت ابقى انا الكونسلتنت، الفلوس كلها داخلالي، مش شغال فريلانسر مع حد او ليها نسبه. فكنت فتحت صدري بقى ودخلت انا قادر ان انا اشتغل. فدخلت مشيت زي ما الكتاب بيقول، وجيت بعد شهر سلمت اول مخرج اللي هو كان هيكل تنظيمي وتحليل وضع الشركه ورفع الواقع والجاب اناليسيس، تحليل فجوه، شويه تفاصيل كده. فلقيت الراجل بيقول لي قعد يسمعني للاخر وبيعمل كده، وبعدين بيقول لي يعني انت بقالك شهر عشان تطلع لي الورقه دي مسك الهيكل التنظيمي يعني. فانا من جوايا عايز اقول له يا ابن الذين، انت لو تعرف الورقه دي خدت مني وقت قد ايه، ولا مجهود بدني قد ايه، وذهني وزدت فروعك وعملت شويه. بس انا اتعلمت حاجه مهمه جدا جدا في الغلطه دي، ان انا قبل ما اشتغل في اي بروجكت مش ان اخد عناوين، لا انا عايز اخد الفيجن الحقيقيه بتاعت صاحب العمل ويكون شريك معايا في ترتيب اولوياتي. ايفن لو انا وهو هنتفق، خد بالك لا الموضوع اللي انت عايزه ده مش هيحصل من اول شهر، الموضوع ده هياخد معايا مثلا 4 شهور.
فحتى لو شدينا مع بعض دلوقتي ولا ما فهمنيش ولا ما اعرفش ايه، على الاقل في البدايه هيبقى توقعاته ماشيه مع توقعاتي، ما يبقاش انا بالظبط للاسف. فدي حاجه مهمه جدا، الكاستمر اكسبكتيشن. هو متخيل ان هو هيتعامل مع حد في شهر هتكون الشركه دي مالتي ناشونال مثلا، هو متخيل كده ان الراجل ده معاه عصايه سحريه، وانا ما كنتش فاهم كده. ومتخيل برضو ان الراجل فاهم بما انه جايب كونسلتنت انه فاهم ان الموضوع بياخد معانا وقت، فهو لا طلع ان احنا مش على نفس الايه الموج. المشروع ده عدى على فكره وكملناه وكل حاجه، بس انا اتعلمت حاجه مهمه جدا، ان انا فعلا اسمع الكاستمر اكسبكتيشن حتى لو ده عكس اللي موجود في الكتب، لو ده هيخليني انا اشتغل. وكان بيحصل احيانا معانا في بعض المشاريع يقول لك لا انا مستعجل مثلا على تقييم الاداء. طب ازاي يا عم احنا ما عملناش وصوف وظيفيه لسه للناس؟ لا هو ده اللي مش عايز كده. اتعلمت بعد كده خلاص انا هعمل وصوف وظيفيه وهضغط التيم بتاعي، والوصوف دي هحطها في درج انا كده كده هديها له، بس بعدين يعني خلاص احطها عشان اسلم له الايه، مش عايز الابريزل وانا عايز اعمل صح، فاعمل الشغل ده. هتضغط في الوقت هتضغط في المجهود، ولكن ده هيخليني اسلمه اللي هو عايزه. ودايما القيمه بيحددها مين؟ الريسيفر مش الجيفر. اوكي، الريسيفر مش الجيفر. لما ادي حاجه هديه لمراتي لازم ابقى متاكد قبل ما اديها الهديه ان دي الهديه اللي هتعجبها. اوكي، وناس كتير مش عارفه المعلومه دي، تبقى متخيل ان هو لا اي حاجه اجيبها لك انت المفروض تقدرها وتقول صح، المفروض تقول شكرا من باب الواجب والذوق. ولكن لا، ما تجيبش هديه لحد وما تديش اي حاجه معلومه بقى، مش معلوماتك عاطفه اي حاجه الا وبالحجم وبالشكل اللي يتناسب مع خاطبه الناس على قدر ايه عقولهم وعلى قدر مشاعرهم. هو محتاج ايه فاديله اللي هو محتاجه، مش اللي انت متخيل ان هو محتاجه او انت عايز تقدمه. هل الثانكفول او فكره الناس المعطاءه دي ده صفه حلوه ولا صفه وحشه؟ ان العطاء صفه طيبه طبعا، بس هل ده تاثر على العمل؟ يعني لو انا شخص معطاء، انا بتكلم حاجه شخصيه، انا مثلا تقول انا دايما معطاء، في بعض الناس تقول لك خليك برضو تكون حريص بخيل في المعلومات لان مش كل الناس هتقدر المعلومه دي. وفي ناس تقول لك لا، لو انت خليك على طبيعتك، كده كده الناس هتشوفك على الوضع بتاعك انت طبعك كده. بص، اكثر الناس سعاده حتى من وجهه نظري يعني هم اكثر ناس عطاء في كل حاجه، عطاء في المشاعر، عطاء في العلم، عطاء. وعلى قدر ما هتدي ربنا سبحان الله هيعوضك من نفس الحاجه اكتر بكتير جدا. يعني احيانا الواحد سبحان الله حتى في شغله، ويمكن التيم بتاعي عارف المعلومه دي، يجي ناس منافسين حقيقيين، يعني ده منافس حقيقي. يعني لو هخش مثلا بروجكت في الهيكله ده هيبقى بيقدم كوتيشن معايا، ورغم ذلك يقعد في المكتب واقول له كل اللي عندي واتكلم عادي خالص، وعمري ما امنت ان المنافس ده هياخد رزقي. دي بس عايزه بقى شويه قناعات مش اكتر من كده. انما العطاء طبعا صفه طيبه جدا، لو زاد عن حده بمعنى اصح. يعني في ناس تقول لك اصله مش في، يعني في غير اهله، يعني لو في غير اهله فانت اهل للعطاء. يعني حتى شوفها كده، شوفها من هذا الباب. انما فكره بقى العطاء بلا حدود احيانا، معرفتك طبعا احيانا مضر بالذات للاقرب الناس ليك. يعني يمكن العطاء لحد انت ما تعرفوش او في شكل الصدقه، الزكاه، ما اعرفش ايه، مش بس مأمور بقى شرعا وكده، ولكن يعني مش هتشوفه كل يوم. انما اقرب الناس ليك زي اولادك مثلا، لو العطاء زايد عن حده لا هيقلب، ممكن يقلب اعتماديه. يعني يبدا ان هو خلاص يعتمد ان هو انت اللي بتعمل الحاجه دي طول الوقت. فهي بس الصفات احيانا لو زادت عن طبيعتها، الشعره دي يعني الكنترول بس يبقى على الشعره. انها بشكل عام طبعا ما نقدرش نقول الناس المعطاءه ناس عندها مشاكل، بالعكس احنا دعوه لكل الناس تبقى معطاءه، ولكن بالقدر الايه، يعني لا تفريط ولا افراط. صحيح، حلو قوي. اخر سؤال بقى، بس الحمد لله ما وقعناش في حاجه صعبه شويه. لا ده سكيب. استخدمه اخيرا، حق الفيتو كده في الموضوع. فالحمد لله ان هو جه اخر سؤال. الحمد لله. اخر سؤال سكيب السؤال ده. اخر فقره عندنا احنا اسم البرنامج بتاعنا رول موديل. فدايما احنا بنبقى حريصين انا وبهاء ان احنا نستضيف اشخاص هم بالفعل مروا بتجارب، وناس دايما مش بيحاولوا ان هو يقفوا عند حته معينه يقول لك انا خلاص كده وصلت. كل الضيوف بتاعنا بنحاول احنا جاهدين ان احنا نوصل لحد فعلا يكون رول موديل للمتابعين بتوعنا والناس اللي بتتفرج علينا، وكل الناس اللي في المجال بتاعنا ياخدوا الاشخاص اللي احنا بنجيبهم عندنا في البرنامج كرول موديل في حياتهم. دكتور احمد، مين الرول موديل اللي في حياتك؟ طبعا يمكن انا يعني
حاول قدوات اكتر من رول موديل. يعني القدوه بالنسبه لي لان القدوات تتعدد، يعني القدوات لها علاقه اكتر بالصفات. الرول موديل بيبقى في صعوبه في حياه البني ادم ان هو يدور على رول موديل باي ذا واي. يعني ممكن يلاقي منتور، بس المنتور مش بالضروره يكون رول موديل. فانك تلاقي حد تتشبه بكل صفاته دي بتبقى يعني شيء من الصعوبه، بالذات اختلاف البيئات واختلاف التربيه واختلاف الامور دي. انا احد الناس مثلا القدوات وانجاز لي نقول الموديل حتى في حياتي والدي، ربنا يديله الصحه والعافيه ورجاله طبعا التحيه. هو طول يعني طبيب بشري وراجل حياته كلها وسمعته طيبه وسابقاه يعني طول الوقت. يعني اتعلمت منه حاجات كتير جدا جدا، اولها اللي احنا قلناه من شويه العطاء. يمكن هو بلا حدود الحقيقه، ودي يمكن اللي انا بحاول اظبطها انا مع نفسي في الامور دي. ولكن اتعلمت من ابويا العطاء فعلا بلا حدود. يعني الكلمه اللي الناس احيانا بتقولها اللي هو لو اخر جنيه في جيبه، يعني ومش فلوس بس، لا فلوس وعلم وتعلم وكل حاجه. يعني انا والدي لغايه فتره قريبه جدا، يعني يمكن من 3 سنين كان الى الان في مصر، يعني هو راجل يعني استشاري كبير في مجال روماتيزم. يعني كان كشفه 50 جنيه. في ناس كتير كانوا ده يعني فدي من الحاجات اللي الواحد سبحان الله يعني ايه. ربنا يبارك له. انا مش هشفي 50 جنيه طبعا. استشرت مش ب 50 جنيه خالص، يعني الجيل مختلف بصراحه. بس احنا بنحاول فعلا ان احنا حتى في حاجات مجانيه كتير الحمد لله الواحد بيطلع فيها وكده، بحيث يقدر يفصل ما بين التخصص والمهنه ومصدر الدخل وما بين الامر ده. بس بيبقى في ناس عندها الامر ده حتى في الامور الماديه بيبقى يعني، فده طبعا احد الامور المهمه. والدتي طبعا ربنا يديها الصحه والعافيه برضو، يعني من الحاجات الجميله جدا هي الحرص الشديد على التربيه، ان هي تطلع يعني اللي هو انت غصب عنك هتبقى كويس، يعني انت مش مزاجك، ده مش اوبشن يا حبيبي. وقد ايه انت تعرف قيمه الامور دي لما تكبر، ان فعلا الشد اللي احيانا معين وسن مراهقه بقى والكلام ده كله، الكلام ده بيفرق فرق كبير جدا جدا في الاخر. من الناس اللي انا بكون لها بالفضل ناس اساتذه كتير ليا جدا، سواء في مجال الاتش ار او في مجالات في الحياه العامه. يعني انا بعتبر الحقيقه ويمكن كل بني ادم انا اتعلمت منه معلومه هو رول موديل ليا في حاجه معينه، وهو قدوه ليا في حاجه معينه. اي بني ادم فعلا احتاجته في شيء معين ان كان ايه نوع الحاجه دي، وقف حتى اللي بيقف يعني بساله على مكان في شارع معين ولا اتجاه ولا نصيحه ولا في سفر، ولا بعتبر ان الشخص ده كون ان هو ادى المعلومه بلا مقابل، يعني ده شيء طبعا يحسب له جدا. وبعتبر ان ده بيشجعني ان انا طبعا الواحد يبقى يتمثل الناس دي وياخدهم نماذج محترمه جدا في حياته. احنا خلصنا كل الاسئله اللي حابين نسالها حضرتك النهارده. وطبعا حابين نشكرك جدا جدا جدا، يعني احنا مقدرين جدا ان حضرتك كنت مشغول وجيت لنا مخصوص وشرفتنا، والحلقه كانت ممتعه جدا، والكواليس كمان اللي ورا الحلقه والحاجات اللي قبل ما تتصور دي كانت ملهمه جدا بالنسبه لنا بجد. يعني ثانك يو سو ماتش. ثانك يو والله على مجهودكم وعلى استضافتكم وعلى دمكم الخفيف، وما شاء الله الحلقه كانت ماشيه بشكل لطيف كده، ودايما التلقائيه هي احسن حاجه. يعني ان شاء الله ما تكونش اخر لقاء بينا، وقريب نتقابل تاني. وصلنا لاخر حلقتنا مع دكتور احمد السيد، نتمنى ان هي تكون كانت حلقه مفيده ومليانه افكار ونصايح ملهمه، وان شاء الله تتكرر تاني كتير. وبنوعدكم ان شاء الله بعد ما الحلقه تتذاع بشويه ايام كده بسيطه ممكن كمان نعمل لايف مع دكتور احمد نتكلم اكتر عن التفاصيل، ونستقبل منكم كمان الاسئله اللي انتم حابين تسالوها. ما تنسوش دعمكم لينا، ونعمل سبسكرايب على قناه اليوتيوب وفولو للبيدجات بتاعتنا. وكمان احنا موجودين على كل المنصات الصوتيه، ابل بودكاست وانغامي وسبوتيفاي وجوجل بودكاست. سلام، ونتمنى تكون الحلقة عجبتكم.